السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد من حكاوي من أمريكا. النهاردة يعني أنا الحقيقة قبل ما أعمل الحلقة دي أنا ما كنتش متخيل إن وولمارت يا جماعة عملاق بهذه الدرجة، وأنتوا هتشوفوا دلوقتي إزاي وولمارت ده عملاق، وهتستغربوا جامد جدا من المعلومات اللي موجودة. خلينا نبتدي. وولمارت اللي احنا قاعدين بنعدي عليه رايحين جايين، اتضح ان هو ابتدى برضه محل صغير، وده حاجة غريبة شوية. الاول احنا نلف بره كده شوية، افرجكم على الحتة بتاعة الدليفري لما الناس بتطلب اونلاين وبيجي الاوردر هنا دوت وولمارت سوبر سنتر، وبيطلع لهم شاب صغير او يعني اللي شغال، يعني معظمهم شباب صغيرين لان الحاجات فيها شيل وحط. وشايفين الصناديق الزرقاء ديت، بيحطوا الاوردرات بتاعت الناس في الصناديق الزرقاء دي، ويجي الراجل بتاع اوبر او اللي هو بيوصل الاكل وياخد الحاجه يحطها في عربيته. عاملين شايفين كام ريزيرفد باركينج من 1 لغايه تقريبا 20. حاطين عليهم بيك اب، دول بتوع الناس اللي بيعملوا اوردرات. فبتيجي يعني انا مثلا عملت اوردر اونلاين وبخلي اوبر هو اللي يوصلهوني. فبيجي السواق بتاع اوبر بيركن العربيه بتاعته هنا وبياخد الايه، بيطلع له بيتصل برقم، بيطلع له الولد بالاوردر، ويطلع يحط الراجل السواق بينزل يحط الحاجه بتاعته في عربيته. طبعا بقى اللي بيطلب اوردر بيفتري يعني، وحاجات بقى ما تتشالش يعني بتبقى حاجه محترمه. طيب ماشي، خلينا نرجع مرجوعنا. ابتدى محل صغير. الحاج سام وولتون قال انا عايز اشتري لي محل كده بقالة وابتدي فيه. راح في اوكلاهوما سيتي اشترى محل صغير وسماه والتون 5 and 10. معرفش ليه، يمكن كان بيبيع حاجات ب5 و10 دولار. المهم بعديها ب 12 سنة، سنة 62 2 يوليو بالظبط سنة 1962 قرر ان هو يفتح بقى محل اكبر شوية ويسميه وولمارت ديسكاونت سيتي. فين؟ في ولاية تانية اسمها أركنساس. ودوت كانت الميلاد الحقيقي لوولمارت سنة 1962 2 يوليو في ولاية أركنساس. جاب فلوس منين؟ اللي حصل له ورث، محدش عارف حاجة. خلاص؟ المهم مفيش 8 سنين وابتدى وولمارت اللي هو كان مسميه ساعتها وولمارت ديسكاونت سيتي، ابتدى يكبر ويطلع بره الولاية ويتوسع جامد جدا، لغاية لما وصل في سنة 1975 لكام فرع؟ 125 فرع. تعالوا ندخل جوه ونكمل القصة بتاعتنا الشيقة دي. طيب دخلنا وولمارت، نكمل بقى القصة بتاعتنا. سنة 75 يا جماعة زي ما قلنا الراجل وصل بقى عنده 125 فرع وولمارت. احنا بقى نتفرج كده على الحاجة ونشوف اللاي اوت ونستمتع بوولمارت واحنا بنسمع القصة بتاعتنا. خلاص. 125 فرع ما كانوش بالحجم ده طبعا. الفرع اللي احنا فيه دوت ايه اسمه سوبر سنتر. سوبر سنتر ده اللي فيه من الابرة للصاروخ، يعني اللي انت تتخيله ما تتخيلوش تعالى هتتخيله هنا هتلاقيه. اوكي. في كل حاجة يعني. طيب في الثمانينات والتسعينات الحاج وولمارت شغال نار، وقاعد يتوسع ويكبر خارجيا وداخليا. خارجيا بره امريكا، مش بقى كمان، لا طلع بره امريكا. خلاص. سنة 83 هديكم بقى مفاجأة حصرية انا ما كنتش اعرفها واتفاجئت بيها بشكل يمكن بقى المتابعين برضو بتوعنا هيتفاجئوا بيها. بصوا الحاجات دي هنعمل لكم حلقة اسعار. بوريتو سالاد ب$4 و12 سنت. سلطة بطاطس. تخيلوا يا جماعة سنة 1983 وده أكل جاهز. وولمارت يفتتح أول فرع ليه. عارفين اسمه إيه؟ سامز كلاب. جاي من سام وولتون صاحب السلسلة. تخيلوا إن سامز مملوك لوولمارت. المعلومة دي جديدة نوفي بالنسبة لي الحقيقة، يعني أنا ما كنتش متخيلها. اللي ما يعرفش سامز كلاب هو النسخة التانية من كوسكو، يعني هو سامز وكوسكو بينافسوا بعض برضو بعضوية، نفس الأسعار نفس الشكل، المنتجات يعني تقريبا كوبي بيست.
فواحد من اهم منافسين كوسكو اللي هو سامز كلاب مملوك لوولمرت، وفعلا does make sense. يعني هنا في امريكا يقول لك it does make sense، يعني ده كلام معقول جدا ان هو يتفهم ونقدر نستوعبه. بصوا التشيز كيك، الحاجات دي كلها طبعا ايه معظمها مخبوزات بتاعتهم. ف 1983 نرجع مرجوعنا اول فرع لسامز كلاب. طيب المحل اللي احنا فيه دوت بقى اللي هو الحجم الهائل دوت والمساحه الكبيره ديت، ابتدت امتى؟ اول فرع من وولمارت سوبر سنتر 1998. I'm sorry، يمكن هي 1988 يمكن 1988 يعني اول فرع يتفتح بالحجم دوت 88. طبعا اتطور اكيد، الديكورات ما كانتش كده والحاجات ما كانتش كده. بصوا الايلز يا جماعه، بصوا الممرات A5 و A4، بصوا كم ممر. خلينا نتفرج عليهم من قريب شويه علشان الناس اللي شغاله في الريتيل عندنا في مصر برضو يشوفوا القصه عامله ازاي. بصوا كم ايل، وبصوا تناسق الالوان، وبصوا اليوفط بتاعتها محطوطه ازاي. بصوا يعني كمستهلك الواحد ما بيبصش قوي، ما بياخدش باله من الحاجات دي، بس ديت في الاخر لما بتتجمع كلها على بعضيها بتديك الايه، الشوبينج اكسبيرينس. يعني بيسموها الشوبينج اكسبيرينس في المكان، يعني انت انبسطت جوه المحل ده ولا لا. فلما بتبقى الحاجات منظمه كده ومفيش يعني بيبقى فيه تناسق بصري بتبقى لطيفه. طيب نرجع مرجعنا. فتحوا اول سوبر سنتر سنه 1988 اللي هو بعد 5 سنين من افتتاح سامز كلاب. طيب نجيب بقى شويه ارقام بسرعه علشان ما نطولش عليكم، وارقام برضو ايه يعني هتبين لكم الحجم بتاعه قد ايه. يعني حجم وولمارت ده قد ايه. كم فرع يا جماعه حوالين العالم؟ يعني اللي عايز يتخيل حوالي هيوصل لحوالي 11,000 فرع حوالين العالم. 11,000 فرع حوالين العالم، منهم 5,000 فرع تقريبا في أمريكا هنا. يعني كانت آخر إحصائية بتقول اللي هم 4,600 وهيوصل ل 5,000 قريب. فدلوقتي 5,000 فرع تقريبا جوه أمريكا. عدد الفروع بتاعت سامز كلاب 600 فرع، فهو تقريبا كده عنده يملك حوالي 5,000. ده كل ده شوكولاتات الممر دوت. 5,600 فرع داخل الولايات المتحدة الأمريكية. كم واحد بيزور وولمارت يوميا، سواء المحلات بتاعت وولمارت أو الموقع؟ وحاجة تانية أنا ما قلتلكوش عليها، وولمارت عامل موقع زي أمازون. يعني ناس كتير جدا، انتوا عارفين أمازون وبنشتري من على أمازون في مصر وفي كل الدول العربية وفي العالم، أمازون مسيطر. وولمارت دلوقتي عملت موقع مسميه طبعا وولمارت. يعني انا مش عايز اقول لكم في اسعار احلى من امازون، وفي فعلا حاجات كتير اسعارها لقطة عن امازون. اوكي، كم واحد بقى بيزوروا الموقع بتاع وولمارت ده والمحلات؟ يلا بسرعة كده قولوا رقم. اسبوعيا 270 مليون. انا بقف وبعيد الارقام، معلش اعذروني، علشان تتخيلوا حجم الارقام وحجم المبيعات وحجم الاندستري دي عامله ازاي. احنا بنتكلم في شركه خاصه يا جماعه، انتوا متخيلين شركه خاصه؟ احنا بلادنا ما بتوصلش للحاجات ديت، ودي شركه بيديرها مدير شركه وموظفين. مهم 270 مليون زائر كل اسبوع. تمام. العمال اللي شغالين، الموظفين سواء في الفروع في العالم كله او الاداريين كام؟ ماشي، 2 مليون موظف و100 ألف. 2 مليون موظف و100 ألف شغالين في وولمارت. طيب ماشي. معلومة تانية مثيرة وتعجبكم، 90% من الشعب الأمريكي منازلهم بتتواجد في محيط 10 مايل من فروع وولمارت. يعني 90% من الشعب
في محيط 10 مايل لازم يلاقوا محل وولمارت، لازم يكون في محل بتاع وولمارت في نطاق 10 مايل. تخيل ان هو مغطي قارة امريكا، مغطيها. نيجي بقى على النهاية والجامدة، وقولوا بقى ده بيعمل كام مبيعات ده. بتوع دول حلوين، فاكرين احنا شفناهم في كوسكو تقريبا، وشفناهم في كذا مكان. انا معرفش باتنين $2 97، معرفش ده دي العلبة كلها ولا الواحدة، بس يعني لو العلبة تبقى كويسة اوي 12 بار يعني. نهايته بيبيع بكام النجم؟ قولوا يا جماعة. ده بيبيع بالمليارات طبعا. احنا اكبر رقم وصلنا له كان تقريبا تارجت والتاني كروجر، كنا بنتكلم في حوالي 150 160 مليار. انا فاكر كده 158 مليار، يعني ما عدناش ال 160 مليار دولار سنويا. النجم ده بقى بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في 681 مليار دولار سنويا. انا من لا تعليق بعد اللي انا قلته دوت يعني. ما تنسوش يا جماعه تصلوا على رسول الله، تشتركوا في القناه لو مش مشتركين. وكان معاكم محمد، وما فيش كلام اصله هيتقال بعد 681 مليار دولار سنويا. كان معاكم محمد من حكاوي من امريكا، وانتظروا حلقات الاسعار من وولمارت، هيبقى فيها حلقات ديت، لان ده كل ايل لوحده ممكن ياخد فيديو يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.